الفيديو ده هنتكلم عن اللاعب كريس باديا المرشح للنادي الأهلي من قبل مارسيل كولر. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك ومتابعة ومشاركة للفيديو. كريس باديا عنده 27 سنة، مركزه مهاجم، بيلعب لفريق سيرفيت السويسري، جنسيته إيفواري، طوله 190 سنتي والقيمة التسويقية 2 مليون يورو. باديا لعب قبل كده في الدوري الفرنسي والبلجيكي، حاليا بيشارك في الدوري السويسري. أرقامه مع نادي سيرفيت هذا الموسم: لعب 25 مباراة، سجل 12 هدف وصنع 3. كولر رشح باديا على إدارة النادي الأهلي نظرا لإمكانياته الهجومية العالية وقدرته على التسجيل من أنصاف الفرص. المدرب يقدر يقنع اللاعب بالانتقال إلى القلعة الحمراء. باديا مهاجم من طراز عالمي، بيمتلك جميع مواصفات اللاعب السوبر من حيث القوة والسرعة والمهارة. تمركزاته صحيحة داخل المنطقة، دايما بيتواجد في المكان الصحيح. باختصار كده كريس باديا بيقدر ينفذ واجبات مركزه بشكل مثالي، يعني بيسجل أهداف بطرق مختلفة من خلال التسديد. عنده قدم يسرى مطرقة، تسديداته قوية جدا وبدقة عالية. كمان مميز بلعب الكرات الرأسية الهوائية، لاعب طويل، هيدر، اجريسيف، شرس على الجول، هجام، فينيشر، بيعرف ينهي الهجمة بشكل جيد. مهاجم شامل على المستوى الفني والبدني والتهديفي. قلت لك قبل كده ان في اكتر من مهاجم على رادار النادي الاهلي، زي حمزة هنوري المغربي وفيليب كاراسو الإيفواري، بالإضافة إلى محمد أمين عمورة الجزائري. واتكلمنا النهاردة عن اللاعب كريس باديا الإيفواري. كولر مقتنع جدا بقدرات اللاعب ده، هو بيتابعه في الدوري السويسري، هو مرشحه للنادي الأهلي وطلب من الإدارة التعاقد معاه إن أمكن. لما نتكلم عن كريس باديا كده، مهاجم متكامل، مهاجم سوبر، عنده إمكانيات فنية وبدنية على أعلى مستوى فعلا. طويل، قوي، بيقدر يلعب كرات رأسية، محطة هجومية رهيبة، بيشوط على الجول من مسافات قريبة وبعيدة، بيعرف يخترق من العمق والأطراف. زي ما قلت لك كده، لاعب هداف، سفاح، متكامل، سوبر. وفي حالة انتقاله للنادي الأهلي هيكون إضافة بكل المقاييس. البروفايل ده نادي الأهلي محتاجه. نادي الأهلي محتاج مهاجم يعرف يلعب براسه. الأهلي محتاج مهاجم أجنبي قوي. الأهلي محتاج مهاجم زي كريس باديا. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ما تنساش تعمل لايك ومشاركة ومتابعة. شكرا لكم، السلام عليكم.